السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحشتوني يا حبايب قلبي. النهاردة عندنا الفيديو بتاعنا الكحك بتاع العروسة، حبيت ان انا اعمله معاكم ونشوف احنا هنعمل ايه. انتوا عارفين ان انا ما عملتش كحك في رمضان عشان كنت تعبانة، ولا ولادي كمان بناتي ما كلوش، ولا هم اشتروا كيلو مشكل كده عشان خاطر مروان. بس قالوا لي يا ماما مش زي ما انتي ما بتعملي لنا الطعم، حتى لو من اكبر المحلات. هم وجهة نظرهم ان حاجتي حلوة وبيحبوها ومش بيعرفوا يستطعموا الا هي. ف يعني فان شاء الله النهارده احنا هنعمل الكحك بتاع العروسه، وكمان هنزود شويه عشان خاطر ناكل احنا كمان ونعيد. بس كان العيد متاخر شويه، وناكل حبايبنا واصحابنا وقرايبنا ونعمل الصباحيه بتاعه العروسه كما يجب يعني. فاحنا النهارده انا عندي كميه كويسه جدا من الدقيق. في حاجه عايزه اقول لكم عليها. انا وقعت فيها بس الحمد لله ربنا ستر. انا بجيب الضحى على طول تقريبا بيبقى متراوح سعره من 35 33. فانا في كازيون بشتري الدقيق، لقيته منزل عليه عرض ب25 جنيه. فالمهم فضلت خيركم كده جبت 20 كيلو عشان اعمل كل الحاجة بتاعتي. بس للأسف الحمد لله ان انا بدأت بالكحك وطلع مقداري هو اللي انا بشتغل بيه، بس للأسف شرب السمنة كلها وخلى الكحك كان ناشف. على مين قعد وكل وفطرنا بيه، وحبايبنا وقرايبنا اللي كانوا بايتين عندنا كل شوية شاي وكحك وقراقيش ومش عارفة ايه، والحمد لله كفانا يعني، ولحد دلوقتي بناكل منه. بس طبعا اضطريت ان احنا نغير الدقيق علشان نعمل بيه كحكة العروسة ونعمل لها الكحك المعتاد، اللي هي كل ضيوفها وحبايبها واصحابها وكل اللي راحوا عندها ما كانوش مصدقين ان الكحك عمايل ايد ماما ومش جاي من بره. فيلا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعضينا. المقدار اللي انا بوزنه ده هو مقدار 5 كيلو دقيق. انا هقولك مقدار الكيلو وانتي اضربي في العدد اللي انتي عايزاه. تمام. هنا عامة انا حاطة لل5 كيلو، حاطة لهم 2 كيلو 750 جرام من السمنة. يعني انا عندي كيلو دقيق، خليكم بقى معايا كده واحدة واحدة. ده الشغل بتاعي اللي انا بدخل بيه كل مهرجاناتي وكل مسابقاتي، والحمد لله بفضل ربنا بطلع بيه بمراكز. حلو الكلام، كلام جميل. كيلو دقيق عليه 750، لا استني انت، لا انت رايحة فين؟ كيلو دقيق عليه 550 جرام من السمنة الساقعة. كيلو دقيق عليه 550 جرام من السمنة الساقعة. تمام، يبقى كده دقيق وسمنة. عندنا 60 جرام سكر بودر. عندنا ربع معلقة ريح الكحك أو محلب على حسب النوع النكهة اللي انتي بتحبيها. هنحط على حرف المعلقة بتاعت الشاي حرفها كده بيكنج باودر وزيها خميرة فورية. معلقة سمسم كبيرة، ذرة من الملح للعجن، وكمان 100 ملي مية دافية هنعجن بيهم. المية بتاعتنا هنا ما نشترطش بالمية ملي مية، او الكوباية بتاعتنا اللي هي بتاعت الشاي، لان بيختلف من دقيق لدقيق. حلو الكلام. فانا انا عن نفسي عشان عارفة الدقيق بتاعي وعارفة على حسب لفة ايديا، انا عارفة المية بتاعتي هي يا دوبك كبيرها قوي 100 جرام. ولو لقيت نفسي مغيرة دي بحط معلقتين مية فقط لا غير. لو زودت سوائل تانية الكحك هيقلب معاكي بنشفان ومش هيبقى دايب خالص. حلو الكلام كده. انتي بقى اضربي كل الاعداد او كل الجرامات اللي انا قلتها لك على الكيلو، اضربيها بقى في 2 في 3 في كيلو ونص في 5 في 10 زي ما انتي عايزة. انا واثقه من الكلام اللي انا بقوله على رقبتي وربنا شاهد عليا، ربنا وحده اللي يعلم ان انا بقول لكم كل حاجه بما يرضي الله انا بتعامل بيها وبتخرج الكحك بتاعي. اخر مهرجان انا كنت داخله فيه كانوا بيتراهنوا عليا ان انا جايبه حاجتي من بره جاهزه، قلت لهم اقسم بالله العظيم اني انا بصور شغلي، ولو عايزين تشوفوا الخطوات وتشوفوا الجرامات اللي انا معايراها
هفتح لكم الفيديو واوريه لكم. الحمد لله ده عمايل ايديا، فضل وعدل من عند ربنا، وده كرم كبير جدا جدا بالتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى انا كنت بوزن السمنه بتاعتي. السمنه بتاعتي انا كنت جايباها قبليها بفتره طويله. سيحتها عشان برضو سيحت سمنه ووديتها للعروسه، وعملت حسابي طبعا في الكحك وشلت للغريبه. اما البيتفور والبسكوت عاملاهم بزبده. تمام. اما الكحك ده سمنه بلدي صرف، ما ينفعش انت تغيري طبعا على حسب كل مقدرة حد. بس عايزه تاكلي كحكايه يبقى سمنه بلدي، مش عايزه ممكن تستعملي الزبده اسفه السمنه الجولدن ميكس، تحفه جدا وجميله وبتطلع نفس التست. هنا بقى السمنه بتاعتي زي ما انتم شايفين، انا كنت بقطعها من العلبه سلسه، مش جامده، مش في ريزر، بس في نفس الوقت متماسكه. هحطها واحط السكر بتاعي في المضرب، وابتدي ان انا انزل الزبده كده، وابتدي ان انا اضربهم في العجان لحد ما يدوبوا كلهم مع بعض. يلا بقى اللي يشوف الفيديو بتاع حبيبة ما ينساش يعمل لايك ويعمل شير للفيديو، وكمان يكتب لي كومنت حلو ويقول لي ايه رأيه في الكحك بتاع العروسة. وانا كنت عايزة انزل الفيديوهات بتاعة الفرح، بس قلت خلينا نمشي بالترتيب كده مع بعض. ننزل الحاجة اللي انا اشتغلت فيها الاول، وبعد كده ننزل العزال، وبعد كده ننزل الحنة، وبعد كده الفرح. لو انتوا مش حابين قولولي ما تنزليش حاجة عادي، ما فيش اي مشكلة. بس انتوا حبايبي، ومن كتر الريلز او الشورتس اللي انا بنزله وبلاقي تفاعل عليه، عايزه اقول لكم ان انا عايزه ارجع الفرح من اول وجديد عشان اوريه لكم، علشان تشاركوني فرحتي، والفرحه اللي انتوا كنتوا فرحانين لها لي تكون موثقه. تمام. هنا انا ضربت السمنه والسكر مع بعض زي ما انتوا شايفينها بقت كريمي كده. حسيت ان العجان كبير قوي قوي على السمنه وعلى الدقيق، خرجت منه شويه سمنه مضروبين كده، وابتدي ان انا احط بقيه المكونات بتاعتي اللي هي السمسم وريحه الكحك والبيكنج باودر اللي قلنا على حرف المعلقه يا دوبك حاجه بسيطه. وهبتدي ان انا انزل كمان ذره الملح بتاعتي، وهبتدي ان انا بقى ايه نلف الدقيق واحده واحده. عايزه اقول لكم ان انا جيت لفيت الدقيق ديت لفه جامده، لقيت وشي كله اتملى دقيق. بطأت العجان علشان ابتدي ان انا ابس. زي ما انتم شايفين كده لما امتزج السمنه والدقيق مع بعضيها، بصوا بقت عامله زي الكريمه. هنا انا حطيت لل5 كيلو بتوعي، حطيت لهم 600 جرام من المية، 600 جرام من المية، وكانت هتبقى عليهم كويسة جدا، بس للأسف الدقيق ما كانش كويس. حمدت ربنا ان انا بدأت في دولت وما جايش في البسكوت وجاي في البيتيفور، لان ما كانش هيتعالجوا. ورجعت بقية ال20 كيلو وجبت بدلهم 5 ستارز اللي هو 5 نجوم، كملت بيه بقية الشغل بتاعي. هنا عند ما خلصت خلاص البس بتاع الكحك، ببتدي ان انا انزل الميه، بصوا، واجيب كده بفدغ، بجيب كده بايديا، ما بعجنش ومش بلت، انا بلم مجرد الميه بس بلمها مع الكحك زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي احنا عملناهم الاولانيين خلاص كانوا خلصوا واتكلوا على الله وسويتهم. بصراحة ربنا أثناء وأنا بقطع أنا كنت شاكة في حاجة مش مظبوطة. شكل العجينة أو لون الدقيق ما كانش عاجبني خالص خالص. بقيت أقول يا رب استرها، يا رب عديها على خير. بس فعلا دي حاجة تحذرني إن أنا ما اجيبش من العروض، لأن بالتأكيد بالتأكيد بيكون في رطوبة، أو يكون في وقت معدي على الدقيق والاكسباير بتاعه بيبقى انتهى. فده غلطة مني انا، وان شاء الله ما تقعوش فيها زيي كده. خلينا كلها حاجات واضحة وجميلة. هنا الكحك بتاعي انا بعمل الكحكاية 20 جرام. حلو الكلام اهو، انا بوزن. حتى عمالين يضحكوا عليا ويقولوا لي انت بتوزني الكحك. قلت لهم اه انا بوزن الكحك علشان خاطر يطلع كله سوى واحد ويكون كله قد بعضه. امال انت بتتميزي شغلك عن شغل البيت ليه؟ او ده بيبان ان هو شغلك عامل زي بتاع المحلات، عشان انت بتمشي على نفس التكنيك اللي هم بيشتغلوا بيه. المقادير، الشكل،
المقاسات بتاعت الكحكايه كله بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كله زي بعضه. ابتديت ان انا بقى ادخل الكحك في الفرن، حطيته على 180، سبته في الرف اللي فوق تحت وفوق مع بعض، يعني انا حطيته في النص وشغلت من تحت بس وشغلت المروحة وسبته ياخد ويدي مع بعضه، اداني اللون بتاعه الجميل. مسكت الكحك كله سكرته عشان ابتدي ان انا اعبي الحاجة بتاعت العروسة وحماة العروسة، والباقي كله حطيته علشان كل واحد ليه نصيب في حاجة ياخدها. عقبال يا رب لما اعمل لبناتكم وحبايبكم كلهم، اللهم امين. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون قدرت ان انا اوصل لكم فيديو كويس وتكونوا طلعتوا منه بمعلومة كويسة. واي حد حابب ان هو يسألني سؤال او عايزني ان انا ابعت له او اكتب له المقادير تاني، انا هكتب المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. و... وانا تحت امركم في اي حاجة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.